لها بشكل مباشر انه هي حدا خاين، وبقولها هي خاين بجميع المقاييس. هي ردة الفعل انه يعني انا لو بدي شوه صورتها بشكل اكثر من هيك بقدر، لانه عندي ادله وعندي مستمسكات وعندي ناس كثير بتوقف وتسجيل صوتها وهي بتعرفه. قال لي ذكر لي اسمها انه زوجك على علاقه بفلانه، واذا مانك مصدقتيني تحري. انا ما باخذ بالحكي، كثير بيجيني تليفونات. مين فلانه؟ نسرين طافش. يعني بقولها صديقتك؟ صديقتي. نسرين من هون اتخانقت مع فلانه وعلينا. قديم هلا انا مع مقوله انه دائما الجواب هو الحب. اوكي. اوكي، انا بعرف انه هي ممثله بس يمكن يعني هو وقت انسأل عن الموضوع كان مش عارف انه هو انت عم تغني. انزعجتي بينك وبين حالك؟ زعلتي منه؟ لا هو عارف وعارف كثير، وهو بيعرف انه صوتي حلو من قبل حتى ما مثل. وليه لكن جاوب؟ ما بعرف، اساله ممكن في موضوع شخصي ما بعرف. عملت حتى تجميل موفق، بس انا برايي هي لازم بقى تعمل ستوب، ما بقى تكمل بهالقصه، لانه عما يعني وش عم يتغير، صار مؤخرا شوي يصير مصنع أكثر، بقول ستوب يعني لهون وستوب. نسرين طافش. لك الموضوع بشكل عام انا بعتبر اي فنان بيطلع بيحاول يسيء لزميله الفنان على السوشيال ميديا بيصغر حاله قبل ما يصغر الشخص الاخر، باختصار من دون ما اول طريق للفشل لما بتركز على الاخرين. مين بتستفزك أكثر وحده من النجمات بتكريماتهم؟ اكثر وحده نسرين طافش. قصد كثير من الممثلات اللي بنشوفهم، يعني بنشوفهم بس عم يتكرموا بدبي وبلبنان، بس ما بنشوف لهم اعمال. أنا آخر همي يعني هالموضوع شو ما يكتبوا، لأنهم عن جد أمراض نفسية. بس اليوم واحد بيوقف قدام مشكلة أنه هذا الموضوع مرض العصر، يعني مرض مجتمعنا بالذات، مجتمعنا. والمشكلة لقدام يعني واحد بيطلع أنه قديش نحن مجتمع مريض معقد سفيه سطحي، ما عندهم شيء نحكى فيه. يعني اليوم مثلا تطلع ممثل مقطع، أنا بحط مقطع مثلا مقطع من شغلي، ما بلاقي التعليقات إلا على شكلي. قديش كنت تافهين. أنا بحياتي ما شفت مجتمع في كمية التفاهة والسخافة وقلة الذوق والتجريح مثل هذا المجتمع العربي. وللأسف أنا عاملة فولو لكثير عالم أجانب سيلبرتي عندهم بالملايين،
ما لقيت كومنت بيجرح مثل ما بيجرحوا عنا هون. فللأسف يعني أنتم كصحافة لازم تكتبوا عن هالموضوع، ولازم توقفوا مع الممثل، لأنه مو بس أنا مثلا السوشيال ميديا مثلا بيطلعوا بيكتبوا عني كومنتس. مثلا آخر يومين شفت عن نسرين طافش، بغض النظر شو ما كانت المخلوقة ما بحق لهم حدا يقعد يستلم هاي المخلوقة بهاي الطريقة. وأنا برأيي لازم ينحط قوانين وقصص لهذا الموضوع، لأنه يعني هالعالم إذا اليوم عم يكذبوا بكرة إذا صار بإيدهم فرد معناته بيروحوا بيقتلوا الأنواع. أحيانا الممثلة لما بتكون جميلة جدا تظلم، أو بيصيروا بدهم يستخدموا هاي الشغلة الجميلة ضدها، فبيصيروا بيقللوا من موهبتها وبيقولوا إنه هي جميلة. وكثير من الفنانات الجميلات يظلموا لهذا السبب. طب الله خلقهم حلوات، بس هن عم تطلع وتجرح ببعضها ويمسكوا يعني يمسكوها على الوحدة، على تعرف تصفي حسابات من خلال الآراء، يعني ما بتكون آراء لوجه الله تعالى. الفنان باسم ياخور قال